اهلا بيكم في عالكنبه بودكاست. الحقيقه ان الموضوع اللي هنتكلم عنه النهارده موضوع تقريبا مش واخد حقه خالص. الرجاله اللي من صغرهم بيتربوا على انه مشاعرك ما ينفعش تبينها عشان مشاعرك ضعف، وان الراجل ما بيعيطش، وانك كل ما كتمت وضغطت على نفسك عشان ما تبينش مشاعرك كل ما هتكون راجل اكتر وكل ما هتكون قوي اكتر واكتر. بس السؤال هنا، هل فعلا السكوت قوه ولا مجرد هروب؟ الحقيقة ان احنا النهاردة مش هنتكلم بس عن سكوت الرجالة في المطلق، هنتكلم كمان عن اللحظة اللي بيتحول فيها الراجل لأب ولسبب ما صوته بيختفي أكتر وأكتر. معانا النهاردة دكتور دينا العالم، استشاري نفسي وإكلينيكي. أهلا بيكي. أهلا بيكي، عاملة إيه؟ منورانا والله، مبسوطين جدا إن حضرتك معانا. ميرسي جدا يا حبيبتي، شكرا. الحقيقة ان احنا يعني محتاجين بقى ناخد القصة من اولها خالص، من بداية الطفولة، لانه اكيد الموضوع مش بيبتدي وهم كبار. ففي اساليب في التربية او تصرفات معينة في التربية هي اللي بتعودهم على فكرة انه الراجل ما ينفعش يبين مشاعره. فخلينا نبدأ من اول هنا. طيب مبدئيا قبل ما نبتدي نتكلم، حابة ان انا اشكرك انك انتي تناولتي موضوع زي ده، او ان انتوا خدتوا موضوع زي ده في البودكاست، لان فعلا ناس كتيرة جدا او رجالة كتيرة جدا لو هنبقى سبيسيفيك قاعدين فاكرين ان في حاجة غلط فيهم، هم ما يعرفوش ان دي مشكلة مجتمعية بسبب اصنام كتيرة جدا اتزرعت جوانا من واحنا صغيرين. فالموضوع ممكن يكون مش ناس كتيرة ألقت الضوء عليه، وإتس تايم إن احنا نبتدي نتكلم فيه. ليه؟ لأن عامل مشاكل كتيرة جدا. لو هنتكلم عن دور الست في المجتمع اللي ابتدى يتوسع بشكل كبير جدا، خلينا نوصل لمرحلة إن احنا همشنا شوية دور الراجل، لغينا احتياجاته، أو بمعنى أصح هاجي أكلمك هنا إن احنا كمجتمع كملنا نفس الدور اللي ابتدى في بيته، اللي هو بتاع إيه؟ انت ما ينفعش انك انت تشتكي، ما ينفعش انك انت تحس، ما ينفعش انك انت تعبر. مين فيهم من وهو صغير ما تقلوش ما تعيطش؟ رجاله ما بتعيطش. مين فيهم ما تقلوش لو حد شاف ضعفك فهو هيستغلك وانت كده مش راجل؟ مين فيهم ما تقلوش انك انت لو ما كانش عندك السلطه وانك انت طلعت بشكل الصح دائما، انك انت لو حد شاف انك انت غلط ده هيخليك انك انت قادر انك تتعامل في الحياه وان ما يتمش استباحتك. اصنام كتيره جدا اتزرعت جوانا من واحنا صغيرين، او مش جوانا احنا يعني، هو جوانا بشكل ما، بس جوا الرجاله بشكل اكبر بكتير جدا، خلت على عاتقهم هم نفسهم بقوا حاطين على نفسهم توقعات غير قابله للتحقيق، ما ينفعش اي بني ادم يقدر يحققها. فبالتالي ده بيوصل لمرحله ايه؟ مرحله من الديبريشن، اكتئاب غير طبيعي، مرحله من ان هو مش راضي، ما بيوصلش لمرحلة الرضا، مهما يعمل يحس ان هو مش متقدر مش متشاف، مرحلة من ان هو حاسس ان هو غريب. ما اصل لو الرجالة ما بتحسش وانا بحس يبقى انا ايه؟ فيبتدي ان هو ممكن يكون اصلا قرر بناء على حاجات كتيرة جدا تمت معاه في طفولته انه ما يتواصلش مع مشاعره، ودي مصيبة سودة. لانه هنا هيوصل للنقطة بتاعت ان طب ما انت المشاعر دي هي اللي بتخليك تاخد اكشنز كتيرة جدا في الحياة، اذا كان بقى مع حد، في التواصل مع زوجتك، في التواصل مع صحابك، في التواصل مع ولادك، بلاش قبل كل ده في التواصل مع نفسك. احنا بنعرف نفسنا عن طريق المشاعر. اجمل هدية ربنا سبحانه وتعالى مديها لنا، واللي بسبب عدم قدرتنا وعدم معرفتنا ليها بنعطل في الحياة، هي مشاعرنا. ليه؟ لان هي رسل جاية محملة برسالة. طب إذا كان الرسل اللي جاية محملة برسالة عشان تقول لي take this action، خد رد الفعل ده، اتصرف هنا بناء على كذا، حط حدود هنا، قول لا أو قول ابتدي تواصل، احصل على حميمية. انت محتاج حميمية هنا في التعامل، الانتمسي اللي ملهاش علاقة على فكرة بالحميمية بتاعت العلاقة بين الراجل والست، لكن ممكن يكون ليها علاقة حتى بين الصحاب، انك انت عادي ان صاحبك يشوف ضعفك. لو انا رفضت كل الرسائل دي، تقدري تتخيلي معايا انا هتعلم ازاي؟ تقدري تتخيلي معايا انا همشي في الحياه عمل ازاي؟ صنم حقيقي.
طيب خلينا بقى نتكلم من يعني جانب علمي مبسط شوية، انه ازاي فعلا كبت المشاعر والصمت اللي بيتفرض على الرجالة ده ممكن يكون بيأثر على صحتهم العاطفية والنفسية وحتى الجسدية كمان. طيب خلينا نتكلم عن المشاعر عامة. يعني ايه مشاعر اساسا؟ يعني ايه شعور؟ الشعور هو تجربة جسدية. يعني ايه تجربة جسدية؟ انت المشاعر بتسكن جسمنا، فاي حاجة بتحصل، اي حدث بيحصل بره جسمك بيبتدي يعمل ايه؟ يخليكي تحسي بحاجة، يخلي جسمك يبتدي ياخد رد فعل. اشرح لك حاجة هنا كمان عن مدى أهمية وجود الريسبونس بتاع جسمنا أو اتخاذ رد الفعل من جسمنا. جسمنا ربنا سبحانه وتعالى جعله ذكي جدا جدا، فأحيانا ممكن يكون بياخد ردود أفعال قبل عقلنا. يعني مثلا لو بومبا فرقعت جنبك، انت بتبتدي تتنطري تعملي كده الاول، بعدين تستوعبي ان هي بومبا مش قنبله. اوكي. فاللي خلاكي تعملي كده هو الشعور اللي جالك او الهرمونات اللي اتفرزت في جسمك عشان تاخدي رد فعل. طيب يعني ايه بقى مشاعر؟ مشاعر يعني حاجه رسول جاي لي عشان ابتدي اعمل ايه؟ اخد رد فعل. طيب لما يكون المشاعر اللي بتحصل لي في الحياه والمشاعر اللي بتجيلي بسبب الاحداث اللي بتحصل في الحياه اتقال لي قصادها اخرس، ما تتكلمش، ما تعملش، ما ينفعش، فانا هنا عمال بعمل ايه؟ عمال كل الرسائل اللي عماله تجيلي عن طريق الرسل اللي هي المشاعر دي بكبتها في جسمي. فتلاقي الراجل بقى يبتدي يعمل حاجه اسمها مال ادابتيشن مع افكاره ومشاعره. يعني ايه؟ يبتدي يحصل له سوء تكيف مع افكاره ومشاعره. بدل ما اتعلم ازاي اتعامل معاها عشان ابتدي انمو واتطور، ابتدي اتعلم طريقه مغلوطه ان انا اتعامل معاها عشان ابتدي ان انا برضو ابقى الغريزه الاساسيه المحدده لبقائنا هي البقاء. اوكي. فبدل ما اتصل بمشاعري انفصل عنها. تلاقي هنا بقى طلع حاجه اسمها ديفنسيف ميكانيزم او اساليب دفاعيه. منها مثلا الارضائيه. الراجل يبقى مثلا شايف ان انا دوري في شغلي ان انا ارضي مديري وارضي زميلي وارضي الاسفلت وارضي كل حاجه. ده طبعا ضغط غير عادي عليه كحد مش مخلوق اساسا يعمل عشان يعمل كل ده، فيبتدي ان هو يتعب في الحياه. حد تاني مثلا ممكن يطلع منه ديفنس ميكانيزم ان انا صح دايما، انا ما بغلطش، فيبتدي ان ده يعطله، لان هو انت اصلا بتتعلم عن طريق ايه؟ الخطأ. ناس تانية تبتدي ان هي تبقى حاسه ان هي مجبره على كل حاجه. ناس تانية بتبتدي ان هي تتعب وهي بتمارس مهام حياتها اليوميه، يبقى ده بيردن عليا، يبقى عبء عليا، تقل عليا في ان انا اعمله. في حته تانية بقى كمان بتظهر قوي قوي لما بيجي الستات مثلا في الجلسات النفسيه تقول لك اصل انا جوزي بارد، اصل انا جوزي ما بيعرفش يعبر عن مشاعره، اصل انا هي مش بتقول ما بيعرفش يعبر، هي بتيجي تقول ما عندوش مشاعر. الكلمه دي مش موجوده في قاموس الحياه. ما دام انسان يبقى عندك مشاعر. فده برضو من الحاجات اللي بيبتدي بيها ان الراجل يحمي نفسه، لان اتعلم ان التعبير عن مشاعره غلط، وتعلم ان التعبير عن مشاعره لا يمثل للرجوله بصله، فيبتدي ان ياخد قرار ان هو يدفن مشاعره. طب بعد القصه دي كلها الحاجات دي سكنت فين؟ في جسمك. فابتدت ان هي تاثر على صحتك الجسديه، ابتدت ان هي تاثر على هروبك من افكارك. ابتدي تلاقي الراجل معظم الوقت قاعد بيلعب بلاي ستيشن، قاعد بيتفرج على التلفزيون، ساحل نفسه في ماتشات كوره، بيشتغل فترات طويله جدا. على فكره فاهمه ان في ناس كتيره بتقول ان هي محتاجه وبتشتغل لفترات مؤخره عشان سيلف اكتواليزيشن او ان هو يحقق ذاته والكلام ده، لكن صدقيني الهدف الاكبر والسبب الاكبر بيبقى الهروب. معظم الوقت انا ببقى هربان هربان هربان، وده طبعا بيمتد حتى للاطفال. بفتكر في ناس كتيره جدا تيجي تقعد تقول لي انا مثلا كنت بعاني فتره طويله خصوصا الرجاله من غياب ابويا في البيت. فانا هنا وعدت نفسي ان انا مش هقدر اعمل ده. غياب ابوه خلاه ان هو ما يتصلش بمشاعر الارتباط او البوندنج اللي بيحصل بين الاب وابنه، فيبتدي ان هو يعمل ايه؟ يلاقي نفسه ان هو يجي يقول لي بس ما عنديش وقت ان انا اقعد مع الولاد، انا من كتر الشغل يوجد لنفسه مبرر بقى. بيبقاش واعي ان هو بيكرر نفس الحدوته. ليه؟ هو ده اللي اتبرمجنا عليه. فإتس تايم دلوقتي ان احنا نبتدي نعمل دي كودنج للشفرات دي بالنسبه للرجاله. إتس تايم دلوقتي انك انت تعرف لا، انك عادي انك تعبر عن مشاعرك وانك تحاول تفهمها، لان دي اكبر منطقه لنموك وسعادتك في الحياه. طيب
فكرة بقى ان احنا خلاص احنا تربينا وسيستمنا على انه الراجل ما يتكلمش، ما يعبرش عن مشاعره، مفيش اي حاجة من الحاجات دي. الفجوة بقى اللي بتكبر بينه وبين ولاده حتى كمان، يعني لو هم اولاد وصبيان يعني، فبيبقى الموضوع شويه خلاص هو بيتسيستم ان انا كده فانت كمان لازم تطلع كده. لكن في فجوه بقى اكبر ممكن تحصل لو هو اب وعنده بنت، هي كمان محتاجه طول الوقت انها تتواصل مع مشاعرها، ومحتاجه منك ان انت تغذي عندي فكره انه انا عندي مشاعر، وده لازم يكون يعني بيتم تغذيته من الاب. فهو ما اتعودش على ده ومش عارف يعمله. فعايزه بقى نتكلم عن الجاب اللي بتحصل بينه وبين ولاده يعني. انتي قلتي كلمة مؤلمة جدا، خصوصا مع البنات، ومش عشان انا بنحاز للبنات، لكن سمعتي مصطلح الدادي ايشوز يعني؟ طبعا يعني مش اكتر منه. فاكره كويس جدا مره كنت قاعده مع حد من زمايلي وبيكلمني يقول لي لا وانا ما بعرفش احضن بنتي وما بعرفش اطبطب عليها وما بعرفش. بقول له اتعلم ليه؟ ولا وانا ما انا بابا عمل معايا كده وطلع زي الفل. قلت له ماشي، انت مشكلتك انت شايف انك انت زي الفل، تمام، انا مش هكمل، بس مبروك عليك، اول بكابورت بنتك هترمي نفسها فيه عشان تاخد حضن. اللي انا بسمعه، وانا اسفه جدا ان انا اقول للابهات، يمكن ده يكون ألم يفوقوا بيه نفسهم، احتياج الحضن ده من بره بيودي البنات في حتت اقسم لك بالله عمرك ما هتتخيلها. مجرد الحضن ده بيوصل بنت ان هي ترتكب علاقة آثمة، بيوصل بنت ان هي تتنازل بشكل كبير جدا في الحياة عن حاجات كتيرة جدا، منها جسمها ومنها مشاعرها ومنها احلامها، لان ترجمتها لعدم حضنها ده مش مرتبط بان حضرتك مش بتعرف تحضن، هو مرتبط بان انا ما استاهلش الحضن. على فكرة ومع الولد، بس الولد، وعلى فكرة برضو هتكلم تاني ان المساحة اللي انت بتعملها، الفجوة اللي بتكبر بين ولادك دي، شكرا انك انت استخدمتي لفظ فجوة، لان فجوة دي معناها ان انا ماشي محتاجة املاها. فتلاقي فيهم بقى اللي لجأ للمخدرات عشان يملاها، تلاقي فيهم اللي لجأ للإباحية عشان يملاها، لإدمانات كتيرة جدا، الأكل العاطفي، الشغل، اللي أدمن الشغل. ما بقولك بابا كان غايب، كانش عارف يتواصل معايا، بس انا لقيت نفسي ان انا مشغول قوي ونفسي اقعد مع ولادي بس مش قادر اعمل ده. انت مش قادر، انت بتكرر نفس عايز. النمط. هو مش عايز، هو مش فاهم. ما هو تعالي اديكي مثال بسيط هو مش عايز يكومات ليها، يعني مش قادر، فهو بيوجد لنفسه مبررات. الموضوع ده بقى بالنسبه له بقى بالنسبه له تريجر. عارفه يعني ايه تريجر؟ هو بيتوجع، المشاعر بتوجع. لما جينا اتكلمنا عن المشاعر، الناس كلها فاكره ان التجربه الجسديه دي انا بعدي بيها بس في الحته بتاعت ايه، بتاعت المشاعر السلبيه. كل سنه وانت طيب حضرتك، هو الكونتكست هو اللي بيدي، او السياق هو اللي بيدي للمشاعر مسمى. ليه؟ تعالي نتكلم مع بعض هنا النهارده. انا قاعده خايفه، ايه شكل الخوف؟ لو انا مثلا تايهه، ضربات قلب سريعه، ممكن جسمي اطرافي تبتدي تبرد، ممكن ان انا يبتدي جسمي يترعش، ممكن اعراض جسديه معينه نتيجه شعور. طيب تعالي حضرتك نروح انا وانتي دريم بارك، وقولي لي لما انتي تبقي اكسايتد ايه اعراض جسمك الجسديه؟ نفس الحاجه. الكونتكست او السياق هو اللي بيسمي الحاجه. فهو حبيبي مش قادر يستوعب فكره ان انا اللي حاصل لي هنا من الطريقه اللي بيتواصلوا معايا بيها هي وجعاني. بيبقاش واخد باله ان هو موجوع، ما بيبقاش واخد باله ان هو محتاج بشكل كبير قوي يتألم بشجاعة. التواصل مع المشاعر على فكرة كلها عندنا كلنا كبني ادمين، وطبعا على رأسنا الرجالة، لان هم انعزلوا قوي عن الحتة دي. محتاجة منهم ايه؟ ان احنا نبتدي نتألم بشجاعة. يعني ايه؟ يعني اخد قرار ان انا مدام حضن بنتي اللي بتطلبه ده بيخليني ان انا اعمل كده، وان ناس تانية قادرة توفره، وان انا عارف ان ده ممكن يأذيها، وان انا شايف ان ده حاجة انا اللي ما عنديش القدرة ان انا اعملها، يبقى انا محتاجة اتعلم اعمل ده ازاي. محتاجة اتواصل مع مشاعري، محتاجة اكسر الاصنام بتاعتي اللي اتولدت عليها. لان عليا اقسم لك بالله انا بشوف هنا حواديت تكسر القلب وتهد بيوت وبني ادمين. فلو حضرتك مش قادر تعمل ده مع ولادك ما تتجوزش،
لو مش قادر توفر ده لمراتك، انا مش بدي اسباب على فكره، مش بدي مبررات للخطأ، لكن حتى لو جيت اتكلمت عن حاجه اكبر من كده وانا هنا، سامحني ان انا حاطه على عاتقك حمل زياده عشان تفوق فيه، ومش بدي مبررات. صدقيني لما باجي اتكلم عن الخيانه والتعدديه واللي طبعا انتشرت في جسمنا واللي طبعا انتشرت في مجتمعنا بشكل كبير جدا، ان الستات بقى عادي جدا ان هي تعمل ده، هو هنا اللي وصلها لده ايه؟ احتياج مشاعر. طب هو انا هقدرك ازاي وانا اصلا مش مقدر؟ يعني انا هديكي ازاي حاجه انا مش مؤمن بيها، مؤمن ان هي غلط؟ فلا، ارجع تاني، لان بتوجع المشاعر، بس مفيده جدا، وهو السياق اللي انت حاططها فيه. طيب هل يعني في امل ان الاجيال الجديده دلوقتي يبقى عندها وعي اكتر بمشاعرها؟ يعني انا بحس انه الاجيال اللي لسه طالعه، اللي هو زي سننا او اقل مننا شويه، لسه يعني عندهم فكره انه انا حابب اعرف اكتر عن مشاعري، اعرف اكتر عن نفسيتي. فازاي نقدر نكسر بقى الدايره دي وما نخليهاش تكمل مع الاجيال الجديده؟ السؤال مش ليكوا انتوا بس، لان بيجي مثلا عندي ناس برضو رجاله ستات، هل في امل؟ انا عندي 47 سنه، انا عندي 57 سنه، معايا ناس بتبتدي تشتغل تكونكت بمشاعرها وهم عندهم 57 سنه. فهل في امل؟ في امل طبعا، طول الوقت في امل. بالنسبه ليكم استغلوا الوعي. احنا مش بدينا اسباب خالص، بس احنا ضحايا بتسلم ضحايا بتسلم ضحايا بتسلم ضحايا. كون انت اللي هتكسر التشين دي لنفسك ولولادك بعد كده، والاولاد اولادك. النقطه في ايه؟ في ان تاني هرجع واقول هي باترن، نمط. حبيبه قلبي فكري معايا كده، انت وانت بتعدي الشارع تعملي ايه؟ ببص يمين وشمال. مظبوط. بتفكري وانت بتبصي يمين وشمال، تعملي ده بشكل سبونتينيوس جدا، تعملي ده بشكل تلقائي جدا، من غير في الاوتوماتيك سيستم بتاعك. مين اللي علمك تبصي يمين وشمال؟ بابا وماما. صح. فعقلك الاوتوماتيك سيستم بتاعك، الاوتوماتيك نيرفس سيستم بتاعك او السمباثيك سيستم بتاعك مزروع جواه باترنز معينه. قادره تغيريها؟ طبعا. في اي سن، في اي سن. محتاجه انك انت تعملي ايه؟ في 4 خطوات كده بناخدهم لتغيير عادات عندنا وبناء عادات جديده. اعرف، اعترف، قرر، كرر. اعرف ان انا عندي مشكله، وده متاح ليكم جدا. يعني بقول لكم على قد ما انا شايفه ان السوشيال ميديا حقيقي فيها نيجاتيفيتيز كتيره جدا وليها امباكت سيء جدا جدا جدا. هي باي ذا واي هي طلعت كل حاجه على الوش، بقت عارفه اللي هو موجوده من زمان بس باينت بقى. اكزاكتلي. فاهماني؟ وممكن يكون كمان دوت سبب في ان احنا نشتغل وعي اكتر. اوكي، فانتوا عندكم التولز، عندكم كمان اللي هي ان انا عادي ان انا اروح اخد كورسات ليها علاقه بالسلف ديفلوبمنت او ان انا اطور نفسي. عندي ان انا ممكن الجا لحد يساعدني، اذا كان ثيرابيست، اذا كان افرند على فكره انا بثق فيه وقادر ان انا اتكلم معاه. مشكلتك هنا في انك انت لما تعرف بقى اعترف ان انا I need to change. ليه؟ لان انا المعرفه، ما احنا كلنا عارفين بنستخدم المعرفه ده في ايه؟ طلعك انك انت اصلك انت عملتي كده، انت نرجسيه يعني، واخده بالك؟ انت عارفه ان انا كده وقبلتي، شكرا. ده بما اننا بنتكلم رجاله، انت عارفه ان انا خاين واستغربتي ان انا خنتك يعني. ماشي. وعلى فكره هو بيبقى فيه غلط هنا من الاول، بس مش قصتنا. صح. بس ما انت هنا تعالى نتكلم عنك. طب وبعدين ما انت لما انت انا كده فايه؟ انت الخسران على فكره. ماشي. النقطه الثانيه بتاعت اعترافك بان انا خلاص هنا انا محتاج ان انا اغير ده. قرر بان انا ابتدي اخد التولز، ابتدي اخد بالاسباب وليست المبررات. لان احنا هنا المبررات هي حاجات انا بديها لنفسي علشان ما اغيرش، عشان افضل زي ما انا. اوكي، لكن الاسباب هي ان انا ابتدي ابص على ايه اللي انا محتاج ان انا اغيره، ايه الحاجات اللي انا محتاج ان انا اعترف لنفسي فيها فعلا ان انا لا هنا انا بتعامل بشكل خاطئ. وكرر تكرار تكرار تكرار، واعرف انك انت دي رحلتك في الدنيا. محدش فينا بيوصل لحد الامتلاء او حد الاكتفاء. كلنا طول ما احنا ماشيين في الدنيا بنبتدي ان احنا نمشي خطوات عشان نوصل لحتة، بعد كده نركض فيها شوية، نركض من ركود نبقى في stability، وبعد كده تحصل لنا حاجة تشقلب حياتنا فنتعلم حاجات جديدة في نفسنا.
احنا بالظبط الزلزله اللي بتحصل في حياتنا عامله زي الطوبه اللي بتترمي في الميه الراكده. الميه الراكده لو ما اترمتش فيها طوبه، انا اسفه جدا فور ماي اكسبريشن، هتعفن. صح. فانت محتاج انك تتقبل فكره سنه الله في كونه التغيير. مفيش حاجه اسمها ان انا التابوز او الاصنام اللي اتزرعت جواك من وانت صغير، اعرف ان هي it's all in your head. ابتدي اشتغل عليها عشان نفسك، عشان حياتك، لان انت اكتر واحد مأذي على فكره. طيب هل فكرة بقى ان هم اصلا اتبرمجوا على كده من صغرهم، او حتى من فكرة يعني الستاندرز بتاعت المجتمع ده اصلا بيفقدهم السكيل نفسها انه يبقى عارف يعبر عن مشاعره؟ طبعا. بس هاخدك one step back. اوكي، لو انت اصلا شكل مشاعرك بالنسبه لك مش مفهوم، هتفضل حاسس ان في حاجه غلط. وكون انك انت حاسس ان في حاجه غلط ده محتاج منك انك انت تبتدي تعرف فيه ايه. لكن فكره ان انا زي ما انت بتقولي التربيه وبقى ده الاوتوماتيك سيستم بتاعي، ربنا سبحانه وتعالى مش جاعلنا موجودين في الدنيا ضايعين على فكره. بالعكس، احنا لما بنضيع بنبتدي ناخد بالنا من ان احنا ضايعين. ففي دايما جوانا حاجه كده انا بسميها صرخه الانا. اسمع صوتك، اعرف هو بيحاول يقولك ايه. هو فعلا بيحاول يقولك حاجه، لكن المشكله ان هو بيستخدم طريقه غلط ان هو يقولها لك بيها. يعني لو هاجي اتكلم مثلا في ان صوت من اصوات دماغي مثلا، ان انا على طول بكلم دماغي باحكام. انتي فاشله، انتي مش هتنفعي، او تعالي نتكلم بلغه الراجل، انت فاشل، انت مش كفايه، انت مش عاجب، انت 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 انت. دماغك لما بتيجي تكلمك في ده، هي عايزه تقولك في حاجه هنا انت محتاج تاخد بالك منها، لكن هي اتعلمت تكلمك بايه؟ بالاوتوماتيك سيستم بقى، اللي هو ايه؟ صوت للاسف بابا وماما اللي عملوا على فكره برضو. صدقيني، لان احنا برضو مركزين قوي على الامراض النفسيه، طالعين الاهالي ان هي مرضى نفسيين وهم السبب في كل الامراض النفسيه. هم حبايبي عملوا اللي يفهموه. فكرة الأجيال الجديدة دلوقتي بقى عندهم اهتمام أكتر بأنهم يعرفوا ويوعوا نفسهم عن صحتهم النفسية والعاطفية، فهل ده بيديهم فرصة أكبر أنهم يكسروا الدايرة دي؟ طبعا، لأن أصلا إحنا بس أهم حاجة إن إحنا ناخد الريسبونسبيليتي في إن إحنا نعرف إن إحنا فينا حاجة. ليه؟ تاني، إحنا ضحايا بتسلم ضحايا بتسلم ضحايا. هي أصنام اتخلقت جوانا كلنا، مزروعة في السيستم بتاعنا، محتاجة مننا إيه؟ إن إحنا ناخد القرار. في معظم الوقت إحنا أصلا التولز كلها بقت متاحة عندكم يا ولاد. انتوا عادي جدا ان انتوا بضغطة زرار تعرفوا كل اللي انتوا عايزينه. ناس كتيرة جدا بتتكلم عن الصحة النفسية، ناس كتيرة جدا بتتكلم عن ازاي انك انت تعرف نفسك، ازاي انك انت تفهم نفسك. مين فينا بقى بيستخدم ده لنفسه؟ كلنا بنستخدم ده كتول للأويرنس عشان نستخدمها ضد بعض. انت فيك كذا، وانت فيك كذا، وانت فيك كذا. عمرك، وده القرار اصلا اللي بناخده على فكره وقت التعافي. لما بيجي حد يجي يقول لي مثلا خلاص عايز اشتغل، خلاص انا عايز افهم، خلاص انا عايز اشتغل نفسيه، بقول له اول حاجه محتاج تاخدها هي قرار انك انت هتيجي الدنيا هيناك وتاخد مسؤوليه ان هي مسؤوليتي ان انا اعرف انا سامح للدنيا ليه ان هي تهني، وسامح للدنيا ليه، سامح لنفسي ليه ان انا اشوف ان الدنيا بتهني. لان مفيش حاجه اسمها مرض مطلق. حتى اهالينا اللي كتر كلامنا عن الصحه النفسيه فعصناهم معانا فيها في الحته بتاعت ايه؟ اصل احنا كلنا امراض بسبب الطريقه بتاعت التربيه. طيب هم عرفوا عملوا حاجات هم عارفينها. ساعات بننسى ان هم كمان كانوا بيعيشوا الحياه لاول مره فبيغلطوا. مش بس كده، هم حاشوا عنك كتير قوي من اللي اتعمل معاهم، لان هم خرجوا من التربيه دي عندهم اوجاعهم اللي قالوا ايه؟ انا عمري ما هعمل ده مع ولادي. لكن تاني وانا بعدي الشارع وببص يمين وشمال، ايه الاوتوماتيك سيستم اللي موجود عندي؟ كلام بابا وماما. فهم كتير جدا بيقفشوا نفسهم ان هم بيعملوا معاك حاجات ما كانوش بيعملوها، يعني اهاليهم كانوا بيعملوها وبيعملوها بشكل غير واعي اطلاقا. جزء كبير. هقولك على حاجه مرعبه، عقلنا متقسم وعي ولا وعي. واحنا ماشيين في الدنيا بنبقى فاكرين ان احنا بنختار كل حاجه بوعينا. يعني انا هنا النهارده جايه في البودكاست بتكلم معاكي، انا مختاره ده عن وعي ومش عارفه ايه والكلام ده طب تعالي اقولك في حياتنا العاديه، في حياتنا في الحياه عاده،
انت ماشي بوعيك ولا لا وعيك؟ تفتكري ايه؟ يعني في معظم الحاجات بتبقى فعلا باللاوعي، يعني ممكن اعملها كده من غير ما افكر. برافو عليكي. انت عارفه نسبه اللاوعي من تكويننا كام في المية؟ كام؟ اديني نسبه. انا متوقعه انها نسبه كبيره، يعني ممكن حتى تكون كمان اكتر من نص، يعني ممكن توصل 60 70 مثلا. 95%. interesting. ايوه اتس يور سيستم. ده الاوتو بايلوت. انت اول ما بتركبي، وعايزاك انك انت هنا تبتدي، او عايزاكوا ان احنا لما نبتدي نفكر في ان احنا هنبتدي ندخل سكيل جديده، هنبتدي نستوعب حاجه جديده، تتفرج على شكل العربيه اول ما تبتدي تعرف تسوق. الموضوع مرعب على فكره، وده اللي بنعمله في العلاج. مرايات في الجنبين ومرايه في النص وحاجات تحت ودركسيون وفتيس وحد جنبي وعربيات من بره. موضوع مرعب في الاول، فما تترعبش. بعد ما تتعلم السواقه، هو انت بتفكر انت هتسوق ازاي اساسا؟ فانت كل اللي محتاج انك انت تعمله انك انت تنقل حاجات معينه من اللاوعي للوعي. ان انا اخد بالي ان انا هنا عندي مشكله، فابتدي ان انا اشتغل عليها، فابتدي ان انا اطلعها للوعي، ابتدي ان انا اقفشها وانا ماشي في الحياه بعملها، ابتدي اخد بالي ان انا مثلا النهارده خلاص انا حطيت تارجت ليا ان انا ابتدي اتكلم مع بنتي عن مشاعري، او اتكلم مع مراتي عن مشاعري، او ان انا ابتدي اعبر عن نفسي. لان تاني، ايه اللي هيكسر النمط؟ انت. ايه اللي هيغير المجتمع؟ انت. كل بيت، كل انسان لو ابتدى بنفسه، الكون بتاعه كله بيتغير. عارفه ان الكلام ده ممكن يكون بيبان كبير قوي للناس اللي سامعاه، وان هو انت اللي انت بتتكلمي فيه ده بس يعني كلام سهل بقى والحاجات دي. والكلام سهل ما هو مين قال لحضرتك انك انت جاي عشان تعيشي السهل؟ على فكره اللي انت عملته ده اكبر دليل على انك انت اخترت السهل، لان انت اصلا مستسهل. انت قاعد في الكومفورت زون بتاعتك اللي هي بتقول لك ايه؟ محدش بيتغير، عادي، هذا ما وجدنا عليه اباءنا. انا بحاول اعمل اللي عليا. خد المسؤوليه، لان عمر ما الاجيال هتتغير لو جيل فينا ما خدش المسؤوليه. وانا متهيالي ان انتوا فيكوا امل اكبر بكتير قوي مننا، لكن تستخدموا الطول الصح. طيب فكرة بقى انه الستات غير الرجالة، وانه الست بتكسبرس اكتر وبتتكلم اكتر عن مشاعرها، وان في فرق كبير بين مشاعر الرجالة ومشاعر الستات، عشان كده هما بيتكلموا والرجالة ما بتتكلمش عشان هي مش محتاجة تتكلم. فبصراحة عايزين نغير بقى الفكرة دي النهاردة، ونتكلم اكتر عن الفرق بقى بين مشاعر الرجالة ومشاعر الستات، ده ان وجد يعني. المشاعر دي نتيجة ايه؟ احتياجات. صح؟ يعني صح. انا بحتاج حاجة، فالمفروض ان تعالي نتكلم عن شعور الجوع مثلا. شعور عادي جدا. ينفع يبقى راجل بيجوع وست لا؟ لا طبعا. طب اشمعنى بقى في المشاعر التانية؟ شعور الاحتياج لرفيق، هو في راجل ينفع ان هو يحتاج حد يبقى معاه وست لا؟ فخلينا نتكلم عن المشاعر، هي ناتجه من احتياجات. طب احنا احتياجاتنا كلنا في الحياه ايه؟ في بقى هرم مازلو، في احتياجات مأكل ملبس مسكن مش عارفه ايه. امان بقى، انتماء. الراجل بيحس ان هو غريب، ما هو بسبب مشاعره دي حاسس مش بالانتماء. انا لو عبرت عن مشاعري حاسس ان انا هبقى هزق، هبقى بيتم المسخره عليا. فلا حضرتك، ده انا خليني هكلمك على بيولوجي اساسا. هو في راجل من غير هرمونات انوثه؟ طب في ست من غير هرمونات رجوله؟ هو اللي بيغلب فيهم. فافصل بين ان او خلينا نتكلم عن كلنا كبشر نتاج طفوله. طب الطفوله دي تعالوا نبص للطفل. هو الطفل في حد فيهم لما بيعيط سواء ولد او بنت مش محتاج اللي يطبطب عليه؟ طبعا. طب اشمعنى حضرتك لما تكبر بتقول لا؟ على فكره جزء كبير قوي من التعافي بيجي بان انا بقول لهم يا جماعه راقبوا الاطفال. دي الفطره السليمه. أيوة اللي ربنا صح. خلقنا عليها صح. انك انت لما ما يعجبكش حاجه تقول لا. مين فينا اتعلم يعمل ده؟ انك انت لما تعوز حاجه تو جو فور ات، انك انت لما تبقى قاعد تبقى انفولفد قوي في الحاجه اللي انت بتعملها. مفيش طفل وهو بيلعب بيقوم مركز في التلفزيون ويبص على السماء قاعد بيلعب. الحضور لهم اتعلموا من الاطفال، لان دي الفطره السليمه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليها. فلو احتياجات، لو مشاعر، هي مبنيه عن احتياجات. احتياجات حضرتك كراجل واحتياجات حضرتك كست واحده في كل الحالات. ممكن نقول ان الست
شاطره في التعبير عن مشاعرها، في ان انا جوايا حنيه، انا بخلق بني ادم جوا بطني فمتواصله معاه، فساعدني على ان انا اتواصل اكتر، فخلقته فبقى بين ايدي، فغصب عني في تلامس بوندنج حصل، رضعته حصل بوندنج اكتر، قعدت جنبه وهو سخن. التواصل هنا على فكره ده اللي ممكن يكون بيوصل الست يبقى ان هي بلت ان جوان، هي قادره تعبر اكتر، لان غريزه الامومه من اقوى الغرائز اللي موجوده، والابوه. فانت هنا اهالي كتيره جدا او ابهات كتيره ما اقدرش اشيل جوزي، ما بعرفش اشيل، بخاف، يعني ليه هوقعها ليه؟ احنا مش بنتولد على فكره حتى كأمهات واحنا عارفين نعمل كل حاجه صح 100%، لكن الرجاله عندها انا لو ما عملتش 100% بقى هيقولوا ايه؟ ان انا اب فاشل. او انا لو غيرت لابني البامبرز هيقولوا ايه؟ مراتي ممشياني. لو مراتي نزلت قعدت مع صحابها وانا مسكت ابني وقعدت العبه، مراتي دايره على حل شعرها وان انا مش راجل بقى ومش عارف اشكمها. تبوظ الاصوات اللي طول الوقت في دماغي، بتعمل فجوه زي ما انت قلتي بين الاب وولاده، بتعمل ديسكونكشن او عدم اتصال سواء عاطفي او على فكره عقلاني بين الاب وولاده. لان تاني ما ينفعش ولادي يشوفوا ان انا غلطان. ما هم اهالينا عملوا ده معانا يا عاليه. اهالينا عملوا ده في ايه؟ في ان انا هنا اصلا كان من الحاجات القويه جدا اللي بتتزرع بينهم، انت ما ينفعش تتاسف لابنك حتى لو حاسس ان انت غلطان، لان دي حاجه وتعالي اتفرجي على يعني ستات يبقى عندها ورجاله يبقى عندهم في العقد الرابع، هي عمرها ما قالت لي ان هي غلطت. بنسعى، انا واحده من الناس اللي كنت بسعى مع والدتي مرارا وتكرارا، انا نفسي اسمع ان انت بتغلطي على فكره. كلنا والله. دي حقيقه. نفسي اسمع ان انت، لانك انت بشر. ما احنا الهنا بشر وابتدينا نتعامل معاهم على ان هم الهه، فابتدينا نحس انا مش زي بابا فانا غلط، ده subconsciously. فانا هنا وانا بعامل ولادي لو انا مش زي بابا، هو انا بقى ايه؟ انا باخد قرار ان انا اعمل ايه؟ ان انا مش هتعامل مع ولادي، ده اللي باين على السيرفس، انا مش هتعامل مع ولادي زي ما بابا كان بيعمل معايا. بس انا لو مش زي بابا فانا مش الهه، انا مش هيتم تقبلي، انا مش هتشاف ان انا اب حاسم وقوي وقادر. فبالتالي هعمل ايه؟ الاقي ان انا بحاول اعمل حاجه في حياتي وعقلي بيخليني اعمل حاجه عطلان في النص بايظ. لا وكمان في حاجه بحس انها فعلا يعني حتى يعني بابا وماما دايما يقولوها لي لما اقول لهم انا مش هعمل كذا مع اولادي، فيقولوا لي قلنا كده. اي فابدا انا احس اللي هو ايه ده والله، طب يعني انا كمان هقعد اقول كده وبعدين هعمل اللي انا بقول مش هعمله. بحس ان دي حاجه من الحاجات اللي فعلا بتبني حواجز جوه الشخص، انه يكسر الدايره وما يكررش التعامل معاه، انه يبقى فاكر انه كان غيرك اشطر. بدايه اخدك للقرار الصحيح في انك ما تعمليش ده، انك اصلا تبقي عارفه ده كان اصلا بيتعمل ليه. ما انا هنا انا خدت قرار زي ما بقولك، يعني مثلا انا عمري ما هضرب ولادي، لقيت نفسي بضربهم غصب عني، بقول لنفسي غصب عني، بس السيستم بتاعي الغضب الاوتوماتيك سيستم بتاعي بيخليه يعمل ايه؟ اطلعه. ما هو كبت بقى سنين مع معتقدات بقى لها سنين، وفي بويلر شغال جوه ما بيفصلش. النجوى، الحديث الداخلي، الحوار اللي كلنا بنبقى قاعدين، حضرتك وانا والناس اللي ورا الكاميرا والناس كلها اللي بيتفرجوا علينا، كل في حدوته بتتحكي جوه ما حدش سامعها غيرك. المشكله ان انت مصدقها فعايش فيها. اللي تبقي وانتي قاعده النهارده مثلا بتتكلمي معايا، ده بصي هي اصلا هتقول ايه، طب اصلك انتي مثلا ما قلتيش الكلمه الفلانيه، طب اصلك انتي بقى شغلك هنا ان انا اعرف الحدوته، هي دي اللي هتبتدي تخليكي ايه؟ تقفشي نفسك. طب انا كان ايه اللي بيوصلني ان انا مدي ايدي على ولادي؟ ان انا اصلا فاهمه الامومه غلط في ايه؟ في ان انا المفروض ان انا اسيطر عليهم، ان انا ما اخليهمش يغلطوا. طب هيتعلموا ازاي؟ لما تغيري البرسبكتيف بتاعك والكونسبتس اللي اتزرعت فيكي منها. لما اعرف ان التربيه مبنيه على ان هم they don't need، هم مش محتاجين حد يجي يقول لهم اعمل كذا وما تعملش كذا،
هما محتاجين ان حد يوضح لهم ايه الصح وايه الغلط ويسيبهم يبقوا مطمنين. احنا نوعين من البشر يا عليا، نوع اتوفر له الامان والحب والعطاء والانتماء والقبول، فابتدى يتحط على وضع النمو. يلا بقى امشي اتصل بمشاعري وافكاري واعرف ان انا اعبر عن نفسي واتعلم، اغلط ادي نفسي مساحه للخطا واتعلم. النوع التاني ايه؟ ما تمش توفير الحاجات دي ليه، بالعكس ممكن يكون شاف عنف اسري، عنف لفظي وانتهاك جسدي تم معاه، ابتدي بدل ما هو يتحط على وضع النمو يتحط على وضع الحمايه، على طول حاسس بالخطر، على طول حاسس ان انا محطوط في باتل، علشان ابتدي ان انا لو حد جه يوجهني لحاجه يبقى هو هنا مش شايفني صح، فانا لازم ادافع عن نفسي لان ما ينفعش اطلع ان انا بغلط. كلها ميكانيزمات دفاع محتاجه منك وعي كبير. فانت هنا اي حد فينا كبشر بتقول انك انت مش هتعمل ده، لكن علشان فعلا ما تعملوش اكتر حاجه محتاج تاخد بالها منك هو انا ايه اللي بيوصلني، ده عمل فيا ايه بجد، عشان ابتدي اغيره، مش من على السيرفس كده. بس كلنا مش عايزين نغلط اساسا. طب بما ان احنا اتفقنا ان اول خطوه عشان يعني نصلح اي غلط هي ان احنا نعرفه، فمحتاجين نتكلم بقى اصلا عن المشاعر اللي الرجاله ما بتعرفش تسميها. يعني هي مش عارفه انها بتحس بيها، ما بتقدرش تسميها، فبالتالي ما بتقدرش تعبر عنها، فما بتقدرش تغير الكونسيكونسز بتاعت كبتها. فعايزين نتكلم شويه عن المشاعر دي. ايه المشاعر اللي هم مش عارفينها اصلا؟ المشاعر للراجل انا غضبان، غور من وشي دلوقتي مش قادره اتكلم، حتى لو ما قدرش يقولها هو لو اختفي من قدامي عشان، لكن اصلا الغضب هو شعور اولي وراه بيبقى مشاعر كتيره جدا. وهقولك ان حاجه ممكن تكون تقيله شويه على الرجاله ان هم يسمعوها، بيبقى وراها دايما حاجه اسمها شعور بالخزي، عار، مبيبقاش واخد باله، تظهر على هيئه غضب. فانت محتاج انك انت اصلا بالورقه والقلم تبتدي تعرف ان المشاعر مش حاجه واحده، اللي باين لك من المشاعر ده وراه حاجه تانية، بس ممكن تكون لسه ما اتعلمتش تسميها. في دايرة المشاعر على فكرة موجودة، على يعني أي حد لو كتب إيه دايرة المشاعر الأساسية هيلاقيها متقسمة: غضب، حزن، خزي، اشمئزاز، سعادة، فرح، غبطة، حاجات معينة. أنت لازم تبتدي إنك أنت اتعلم. حلوة قوي. ناس كتير بتيجي تقولي أنا حاسس إن أنا ما بحسش، ده في نفسه، ده في حد ذاته أصلا شعور اسمه شعور بالخواء او بالنمنس او بالتنميل، اكن انا روحي متنمله، اكني روحي منمله. في حاجات كتير. ايه اللي هيخليك انك انت تبتدي تعرفها؟ اللي ما تمش عمله معاك وانت صغير، يلا بينا ابتدي اعمله مع نفسك. تاني، therapy is about parenting yourself. يعني ايه؟ التعافي بيبتدي من انك انت تعمل لنفسك التربيه اللي ما عرفتش، اللي اتعمل فيها اجزاء كتيره جدا كويسه واتعمل فيها اجزاء برضو خاطئه، فان انا ابتدي اخد الاجزاء الخاطئه ما كملش بقى بنفس المنوال. مش خلاص عرفت ان ده غلط وعرفت ان هو بيضايقك، طب مكمل فيه ليه؟ زي فمثلا لو انا هنا حصل موقف وانا حسيت بحاجه انا غضبان، ارجع اسال نفسك تاني. رسل محمله برسائل، الشعور ده جاي يقول لي ايه اللي حصل هنا؟ هيلاقي ديب داون بعد سؤال ليه حسيت بكده، ليه زعلت كده مثلا، ليه غضبت كده، حتى لو ورا طلع حزن مثلا، ليه حزنت مثلا ان مديرك ما اتكلمش معاك بطريقه كويسه. ما هو المفروض ان هو بس الشعور جاي عشان تبتدي تاخد اكشن، تقول له انت مش مسموح انك تكلمني بالطريقه دي، او الطريقه دي بالنسبه لي is not acceptable. لكن انا هنا اقعد بقى ماسك الحزن وماشي بيه والغضب، اروح اصبه على اولادي في البيت او على مراتي. يعني على فكره في حاجه، لان انا كمان بتعامل مع اطفال، فلاقي يعني بقول للابهات يعني حضرتك النهارده لو الكلمه دي طلعت لك من مديرك، وهي نفس الكلمه على فكره، هتقدر تمد ايدك عليه؟ فتقول ان ربنا سبحانه وتعالى ما امرش ان الحيوان يتضرب. فانت هنا بتعمل ايه؟ فارجع لازم تواجه نفسك الشعور ده. احنا في جزء كده بقول لهم انتوا هتعيشوا خرس يعني في التعافي.
اخرس، خد مشاعرك على جنب. هي جايه تقول لك ايه؟ هل هي جايه تقول لك ان ده تعدى حدوده معايا؟ طب ما انا محتاج ان انا اتعلم اعبر واقول لا. ومرات هتطلع مني انك انت ما تتكلمش معايا كده ومش عارفه ايه. شويه شويه مرورا بان احنا نبتدي نتعلم ايه؟ لا ده مش مسموح، لا انا ما اقبلش. فاتعلم بيبي يو وانت صغير. لو انا مثلا عفروتو اهو كبر جواه عفروتو صغنن، مشكلته ان هو عامل على عفروتو ده اركن على جنب ويكمل ضرب فيه نفس اللي كان بيضرب. لا، خده. انت حاسس بايه؟ اتعلم تعبر، ساعده، علمه يعني ايه مشاعر، دايره المشاعر اهي. وكل مره على فكره ده اللي بنعمله في التعافي والله. اقعد مع مشاعرك، قول انت ايه من الرسمه دي حسيت بايه وعلم عليها. الشعور ده جاي يقول ايه، الفكره اللي ورا الشعور ايه. نشتغل CBT ودي بي تي، الحاجات دي كلها بقت متاحه دلوقتي. مش عارف تعمل ده، الجأ لحد يساعدك. لكن ما تقولش ان انا نصيبي ان انا يطلع ولاد. انا اسفه جدا لما بيجي حد من الاهالي يقول لي اصل انا ولادي معرفش بيعملوا كده ليه. هقول له حاجتين يا حبيبي، جينات وتربيه، هو مرايه ليك. وفي معظم الاوقات بنبقى بنكرر نفس الصوره اللي هنا، اللي كانت محتاجه اجابه وما لقيناهاش اجابه. طول ما انا مش لاقي اجابه هفضل هي دي طبعا تعال. طيب دلوقتي احنا خلاص عرفنا وحددنا، لو بدأ الراجل ياخد خطوه ناحيه التغيير او انه خلاص انا مش مضطر اكبت مشاعري، فكرة بقى تقبل المجتمع والاهل والناس اللي حواليه وحتى الصحاب، بتبقى دي بتصعب عليه شويه الخطوه. يعني ناس كده هتبدا تبص له بسايد اي اللي هو انت سوما العاشق بقى هتقعد تقول لنا بقى مشاعري وانا متضايق وزعلان فازاي يقدروا ان هم يثبتوا على قرارهم؟ انا فعلا خلاص اي حاجه انا حاسس بيها سواء سلبيه ايجابيه انا هعبر عنها ومش هكبتها، بصرف النظر المجتمع هيتعامل مع مشاعري دي ازاي. بصي بقى، انت هنا عملتي حاجه بتحصل طول الوقت. معنى ان انا هعبر عن مشاعري ان انا هبقى سوما العاشق، يعني يبقى يعني ده حاجه اسمها تفكير قطبي. يعني يا اما يا ابيض يا اسود. مين اللي قال ان ده بيحصل؟ بالعكس انت لما بتبتدي ترجع خطوات بتبتدي ترجع يعني بتمشي بيبي ستبس. واكيد ما هو سوما العاشق برضو صوره مرضيه. يعني ما انا مش همشي اقعد ايه بتخوني يا عم حسين، لا بتخوني انت طالق اكيد يعني مهما كانت. لكن مشاعري اللي ناتجه عن الخيانه دي محتاج ان انا اتعامل معاها عشان اقدر اعيش. فهنا النقطه في ان برضو تاني الجزء اللي انت مسؤول عنه في نفسك هو نفسك. المجتمع طول الوقت بيتكلم، احنا بنتكلم، اللي بيسمعونا هيطلعوا يستخدموا ده يا اما لنفسهم يا اما لتطبيقه على البشر. فطول الوقت المجتمع بيتكلم، كلنا بنتكلم. ارمي اخلع عباءة الاحكام. ليه؟ لان اصلا الناس بتشوفك بعينيهم، هم اللي داخله جايبه من عقلهم، هم اللي فيه صدماتهم، هم وجيناتهم، هم وتربيتهم، هم وافكارهم، هم ومعتقداتهم، هم وحاجات كتيره جدا ليها علاقه بيهم هم. وانك انت هنا جزء كبير قوي من تعافيك بيعتمد على تاني تألم بشجاعه. بس انا هنا مش ما هو يا علي احنا جايين الدنيا نثبت ايه والمين؟ يعني انا جايه الدنيا بقى اثبت لك ان انا الحته النت البت الفت ولا اي حاجه وبعدين يعني المصيبه هنا انك تلاقي ان الناس بتتخذ تولز كتيره جدا ليها علاقه بان انا اتخانق عشان يشوفوني وعشان الشوفان، الحته بتاعت الانتماء، احس ان انت بتشوفني، دي بيج ديل على فكره. فانا لما هنا افضل مكمل في الدور ده، ما انت عايش بيه بقالك سنين. يعني انا مثلا لما يجي لي حد عنده حاجه و30 سنه، يعني انا لما اعمل كده هيشوفوني، يعني هو انت ما انت يعني هو انت الغرض انك تتشاف ولا لما انا بقى انت عايزه تقولي لي، والله العظيم بسمع الكلمه دي، انت عايزه تقولي لي ان انا لما اعمل كذا هتغير طب ما انت بتستخدم يعني حته بالذات لما بنيجي نشتغل عليها الحته بتاعت جلد الذات.
يعني انا كنت بجلد ذاتي السنين دي كلها ولسه بغلط. تحس تقولي انا لما ابقى اخلق تعاطف ذاتي كده وابقى رحيم بذاتي ساعتها هبتدي ان انا اتصل بنفسي وابقى كويس؟ هو ده اللي هتقوليني ان هو طب ما انت جربت تجلد ذاتك بقالك حاجه و30 سنه؟ جرب. ولما بيجربوا بيلاقوا ان الموضوع غريب جدا وان بيتطوروا بشكل كبير جدا، لان نفسك دي اكبر هديه ربنا سبحانه وتعالى مديها لك، وهي اول حاجه هتتحاسب عليها. فتاني الناس كده كده هتتكلم، وسواء قدامك او من وراك انت بقالك كتير بتحاول ترضيهم. رضيوا؟ اتغيروا؟ تقبلوك؟ شافوك زي ما انت عايز؟ ما هو هنا في برضو من الاخطاء او التشوهات المعرفيه السيطره. انا عايز الناس تشوفني زي ما انا عايزهم يشوفوني. يحرك قدرتك الوحيده في الحياه ده لو يعني تقدر انك تسيطر على روحك، تقدرش تسيطر على حد تاني، تقدرش تسيطر على حد تاني. فانت هنا محتاج انك انت تاني ترجع جوه دايره سيطرتك، ترجع جوه نفسك وتعرف ان بداية تخلصك من احكام البشر بتبدأ من صوتك في حكمك على نفسك. طيب فكرة بقى بصة المجتمع ليا وانا مشاعري بصص لها اصلا من منظور غلط، كل الافكار او الحرب اللي بتبقى دايرة في دماغهم دي، عايزين نتكلم عن ازاي بتأثر على تكوين علاقاتهم الشخصية بمختلف اشكالها، سواء بقى مع زوجاتهم، مع صحابهم، مع أهاليهم. إزاي نظرتهم لمشاعرهم بتأثر على تكوين علاقاتهم الشخصية دي؟ هو السؤال ده يعني لو قعدت أكلمك فيه 5 شهور متواصل ملوش نتيجة غير هي إجابة واحدة: إحنا بنختار بوجعنا مش بوعينا. دي مصيبة. شكل التوكسيك ريليشنشيبس او العلاقات المرضية او التعلق المرضي اللي احنا بندخل فيه بيبقى جاي بسبب ان احنا بنختار كبني ادمين على 2 ليفلز. ليفل باين عالية سمباتيك، قمر، شكلها كويس، بنت ناس من عيلة، لكن unconsciously اللي بيشتغل ان احنا we attract each others او بنشتد بعض بوجعنا. انتي هتجيلي في علاقتي معاكي كزوج هتضغطي على حتت فيا، لما اضرب في وشك اعرفي ان انا هنا بكمل معاكي الدور اللي انا ما عرفتش اعمله مع اهلي. انت جايه تدوسي لي على زرايري، مشكله في ان الزراير دي فين؟ عندي. طب ما انا هنا معنى ان انا يعني مثلا زي ما انت جيتي قلتي من شويه ايه، اصلا انا عصبي، كسبنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين يعني المفروض ان انا مساء الخير انا عصبي وانا هتجوزك فكمل عصبيه؟ مسؤوليتك. فاحنا لازم نبقى واخدين العلاقات عشان ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا جدا جدا. العلاقات هي المراية اللي حضرتك بتتعرى فيها. يعني ايه؟ يعني الست اللي جاية تتكلم معاك فانت كلامها ده هيخليك تطلع عن شعورك او هيخليك تحس بحاجة معينة، ده هنا عنده تريجر جواك. ومعظم التوكسيك ريليشنشيبس بتتحول من علاقة عادية جدا لعلاقة توكسيك، لان انا هنا اللي انا ما عرفتش اثبته زمان تعالي بقى انا هثبتهولك. ماما كانت ايه؟ مسيطره، تتعامل معايا بسيطره، هروح اختار ست بتسيطر، ولما تيجي تسيطر هقعد اتخانق معاها واطلع فيها القطط الفطسان بدل ما ابني حدود. بابا كان ايه؟ كان هاملني، هروح اختار واحده الاهمال بالنسبه لي هيبقى تريجر، واقعد اسعى زياده واقدم زياده واعمل حاجات كتيره جدا عشان الست دي تديني زياده. انا فاكر ان انا عندي مشكله في العلاقه. حضرتك عندك مشكله في نفسك. فانا على طول بقول، او مش انا اللي بقول طبعا، كوت قريتها الصراحه وكانت مهمه جدا: people are the invitation to know yourself. بقعد اقول انت كل اللي بيحصل لك ان في 4 ماتريك، في اكسس كده، احنا بنعرف نفسنا عن 4 طرق. حاجه اللي هي اللي انا وانتي نعرفها عنك، اللي بنعملها في الثيرابي، اللاوعي. اوكي ودي اكتر مناطق النمو. الحته الثانيه اللي انا انتي تعرفيها عن نفسك وانا ما اعرفهاش، اللي هي اسرارك. الحته الثالثه
اللي انا وانتي نعرفها عن بعض، واجهه الاجتماعي اللي هو الظاهر للناس وعلى السوشيال ميديا. الحته الرابعه اللي انتي شايفاها فيا، او اللي انا لو هنتكلم عنك اللي انا شايفاها فيكي وانتي مش شايفاها، ودي حته كبيره جدا للنمو. دي البلايند سبوت بتاعتك. مشكلتنا في ان احنا مش بنرضى نعترف بيها. انت جاي انت هنا انا معيوب، فانا لا، انا هثبت لك ان انا مش معيوب. السعي الى الكمال، الحته بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ادى سيدنا ادم جزء من تكوين الجنه، الشجره. انا على طول مش قابل فكره ان انا ناقصني حاجه. فلا، تاني ارجع حتى في علاقاتك، في اختياراتك، لما يكون عندك مشاكل، فانت هنا بدل ما تختار اثبات انك انت مش زي ما بيتقالك، اعتبرها ان هي انفيتيشن ليك انك انت تعرف نفسك عن طريقها زياده. خلينا يعني نبدأ ندخل بقى في المرحلة بتاعت مبروك بقيت أب. أكتر مرحلة الراجل اللي بيحس فيها إنه اتدلق في وشه جرد المية ساقعة، هو مخضوض. وزي ما حضرتك قلتي إنه من أقوى الغرايز اللي جوانا هي الأمومة والأبوة، فهو بيبقى من جواه في يعني زي كول تو أكشن كده، هو أنا محتاج أحس بالمشاعر دي، بس هو في نفس الوقت مش قادر يحس بيها، أو مش عايز يسيب نفسه إنه يحس بيها، أو مخضوض منها. فهنا بتبدأ بقى اللحظة اللي قرارك إنك تكبت مشاعرك أو ما تعبرش عنها، هو مش بس بيأثر عليك، كمان بيأثر على شخص جديد جاي الحياة محتاجك. وانت جايبه بالظبط، وانت اللي قررت تجيبه فعلا. هو ما جاش بمزاجه يعني. فعايزين بقى نبدأ نكلمهم عن الفجوة دي، وإنه هو كده كده موجود، هو مفيش هروب منه، انت هتيجي كده هتيجي، هو موجود. فازاي يبدأ يتعامل بقى مع جرد المية الساقعة ده؟ اللحظة دي زي ما هي تقيلة على أي أم، هي تقيلة جدا على أي أب، لأن هو وقتها مش بس مشاعره اللي بقت مشكلة، أفكاره. هو أنا هكون أب كويس؟ هو أنا هقدر أوفر له الحياة اللي يستاهلها؟ هو أنا هعرف أعيله؟ هعرف أخد بالي منه؟ هعرف. فبيبتدي يعمل حاجة إن هو بيبتدي أوفر ثينك للدرجة اللي بتفصله عن الواقع زيادة بقى كمان. لأن تاني هتكلم في إنك أنت ما تعكسش مشاعرك. حسيت بحاجة اعملها، تشيل ابنك، تواصل معاه تاني. ما احنا لو هنطبق بقى كل اللي اتكلمنا، يعني الحتة دي خلاص احنا نتاج كل اللي اتكلمنا عنه من اول البودكاست لغاية دلوقتي. طب انا عرفت ده، يبقى انا محتاج ان انا ادي من نفسي المساحة ان انا اغلط في تربية ابني على فكرة، بس يبقى عندي الشجاعة ان انا اقول ان انا بغلط. الوجع اللي كلنا طالعين بيه للدنيا بتاع ايه؟ انا ما عملتلكيش حاجة، انا ربيتك احسن تربية. انتي اللي يا جماعه، والمصحف ما بيحصل اقسم بالله يعني. تمام. الا في حالات بقى يعني، لان ربنا سبحانه وتعالى يعني برضو ذكر لنا في سوره الكهف ان في 2 كان ابوين صالحين، وربنا امر سيدنا الخضر ان هو يقتل الغلام علشان كان نبته غير صالح. تمام، موجود، بس ايه بقى النسبه ايه؟ نوادر. اوكي. والحته كمان بتاعت ان خدوا المسؤولية بجد. بصي، احنا عادة في الحياة ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مخيرين في معظم الأوقات. حضرتك لما جيتي كلمتيني، أنا اخترت إن أنا أجي ولا لأ؟ طبعا. اخترتيني أنا من وسط ناس كتيرة ولا لأ؟ طبعا. اخترتي تركبي إيه الصبح وانت جاي ولا لأ؟ اخترتي تلبسي، اخترتي في حاجات لقوانين الكون ما عندناش الاختيار بيها. بس تعالي نتكلم على ستيب قبل. ما تخلفوش يا جماعه لو مش فاهمين يعني ايه خلفه، ولا تتجوزوا لو مش فاهمين يعني ايه جواز. ما حدش فينا على فكره بيختار ان هو يتجوز عشان هو شايف شريكه حياه مناسبه. احنا بنختار بناء على مشاعر، واصلا التفكير العاطفي ده تشوه معرفي. بس تعالي هنرجع تاني للنقطه دي. خلاص الفاس وقعت في الراس وانا جبت طفل. اتعلم، تقبل فكرة انك انت تكوينك اصلا مبني على النقصان. الجأ لحد يساعدك، اقرأ كتب، اسأل مراتك هو انا المفروض اشيله ولا لا؟ طب اشيله ازاي؟ طب ما تخليني مرة جرب. يا جماعة احنا بنخاف نجرب، احنا خايفين نعيش بسبب ايه؟ لا الناس تقول عليا كذا، لا غلط. طب وبعدين؟ حارم نفسك وحارم ولادك
وحارم اهلك. يعني ممكن يكون مثلا حتى اهلك خلاص حصل بينك وبينهم فجوه، لان اكيد ده مع التراكمات يعني احنا بنوصل لمرحله برضو انترنالي اقول بس انا ببرهم. طب وجوه؟ طب سامحتهم؟ طب قدرت تتواصل معاهم؟ طب فهمتهم؟ ولا انت لسه برضو عايزهم يشوفوك زي ما هم، ومش متقبل فكره ان هم عملوا اللي عليهم وغلطوا؟ هم شايفين نفسهم مش غلطانين وانت عارف ان هم مش قادرين يشوفوا نفسهم غلطانين، فبتلومهم على ان هم مش طب وحضرتك مش بتغلط؟ مش هتشوف نفسك انك انت بتغلط تاني؟ ارجع لنفسك. احنا عايشين بره جلدنا يا عالية طول الوقت. انا واخد بالي انت بتعملي ايه، وده بيعمل ايه، وده بيتكلم ازاي، وده بيقول ايه، وده هيقول عليا ايه، وده هيشوفني ازاي، وده الحدوته اللي محتاجه ان احنا حرب دايره جوه. اسال وافهم، اقرا، اتعلم، اتبسط بيه، حط تارجت كده ان ده المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هو جاي مش عشان ما احنا بنخالف عشان هو تارجت، انا جايباه عشان المفروض ان انا خلف لازم ياكلوا وشي. فانت بنسبة كبيرة جدا انت بتخلف عشان ده تارجت. لا، استمتع. انا في مرحلة ما من مراحل حياتي كانوا عيالي بالنسبة لي عبء، كنت حاطة تارجت لازم نتمرن، لازم نشتغل. لقيتني ولا انا بستمتع باللي انا بعمله معاهم ولا هم بيستمتعوا ومش عايشين حياتنا ولا بالراحه. الكون والمجتمع دلوقتي بقى بيحط علينا حاجات، شكل الحياه اختلف تماما. فانت لا، اعزل نفسك عن شكل الحياه ده، شوف البيبي ده راقبه واتفرج عليه، اسمح للبوندنج ان هو يحصل، تواصل معاه. طيب خلينا نتكلم بقى بشكل برضو علمي علشان الناس تقدر تطلع بإنسايتس من الحلقة. كتير اتكلموا وناقشوا اكتئاب ما بعد الولادة للأمهات، بس ما حدش اتكلم عن أعراض وعن وجود أصلا اكتئاب ما بعد الولادة اللي ممكن يصيب الآباء. فخلينا احنا نتكلم عنه ونحسسهم انه موجود وطبيعي وممكن يحصل لك، فلو حصل يعني لازم تكون فاهمه عشان تقدر تطلب المساعدة. هو برضو مش بيحصل للرجاله وبيحصل الحاجه حاجه. ماشي. الست ممكن يكون اكثر عرضه ليه عشان الهرمونات، طبعا الهرمونز تشينج او الهرمونال تشينج اللي بيحصل في جسمها، لكن اكيد ان الراجل كمان بيتعرض لده، لان تاني في مخاوف كتيره جدا طرقت عليه، حياته اختلفت تماما، نومه اتاثر. ما هو برضو قاعد جنب حد بيزن، هو يعني هيزن بغض النظر عن طبعا ان الستات بتاخد العيال وتطلع بره، بس بتلاقي الراجل ابتدى يهرب اكتر، ابتدى ان هو يبقى مش قادر يعمل مهامه الوظيفيه بشكل اكبر، ابتدى ان هو زي ما قلنا يخاف يتعامل بشكل اكبر. موجود طبعا. وتاني التولز اللي محتاج انك انت تبتدي تدخلها هنا هي تولز مرتبطه بانك انت تبتدي. هقول على كام تول كده لو استخدمهم صدقيني هيفيدوا جدا. عبر، لو مش عارف تعبر لحد، لو مش عارف اكتب مشاعرك وافكارك. ادي نفسك 15 minutes time out او 30 minutes 30 دقيقة في اليوم time out كده، في انك انت بعيد بقى عن التلفزيون، بعيد عن الدوشة، بعيد عن الشغل، انك انت تقعد مع نفسك بجد، انك انت اعمل حاجة بتحبها كل يوم. نفس الكلام على فكرة اللي بنقوله للستات. يعني لو انت مثلا شايف انك انت بيبقى عليك لود كبير جدا في حاجات معينة، اطلب المساعدة. يا جماعة اطلبوا المساعدة، مش لازم نطلع الابهات المثالية اللي ما حدش، انا مولود بالفطرة عارف ان انا اعمل ده ماشي وبعطل لان انا بني ادم. انك لن تبلغ الجبال طولا، مش هفضل طول حياتي عارف اعمل كل حاجة في كل وقت مع كل حد. فدي تولز ممكن انك انت تبتدي تستخدمها عشان تساعدك في انك انت تتخطى ده او تتعايش مع ده لغايه ما تبتدي تكوب او تتاقلم. ليه؟ لان هي حاجه مش هقول زيها زي اي حاجه جديده بتطرق في الحياه، بس هقول ان هي حاجه جديده فبتاخد الحاجات اللي بتيجي معاها. يعني اي حاجه جديده بتحصل لنا في الحياه بتبقى جايبه معاها شويه مشاعر، لخبطه في الافكار، لخبطه في الظروف، فبتاخد شويه وقت لغايه ما تسيستم ده وتبتدي تقدر تتعامل معاه. طيب احنا بقى كمجتمع حواليه والبيئه المحيطه بيه ازاي نقدر نساعده انه فعلا نبقى احنا بيئه سبورتيف، انه يكسر بقى الصوره النمطيه عن الاب او عن الراجل
عايزين نساعدهم برضو. يعني ممكن يبقى الموضوع صعب عليهم بسبب الصورة النمطية اللي المجتمع بيفرضها عليهم، فهو لو عايز يتغير بيبقى خايف من الناس اللي حواليه، فاحنا نقدر نساعده ازاي؟ بصي السؤال ده ممكن يكون من الأسئلة اللي أنا شايفة أن أنا عندي أمل كبير قوي في أن ناس كتيرة جدا تحاول تعمله. ليه؟ لأن أصلا هو إيه اللي موصله لده؟ جزء كبير قوي من البيئة المحيطة. لأن أنتوا هتشوفوني إزاي، أنا هبقى في وجهة نظركم إيه، أنا إيه أنا إيه أنا إيه. لو هتكلم عن الزوجة فأنت محتاجة تبتدي تديله الأمان، فإن يعني مثلا تاني انا حد فيري اكسبرسيف، على فكره احنا على طول بنشد عكسنا ضدنا. انا حد فيري اكسبرسيف، جوزي مش بيعرف يعبر، فعشان اساعده ان هو يعبر لازم اديله مساحه في انك انت مش هنتقدك. هو الناس بتتكتم ليه؟ هو بيقرر عدم الكلام ليه؟ ما انا لما اتكلم هستني منك ايه؟ تنظير، نقد، تدفيه. فانتي شوفي الحاجات دي، اسمعي منه، حاولي انك انتي تقعدي معاه وتقولي له هو انت ايه اللي ممكن يكون في طريقتي مش قادر يساعدك على انك انت تبقى عايش مرتاح. فاهمه ان الكلام ده ستات كتيره جدا ممكن تلوي جوزها دلوقتي وهي قاعده بتسمعنا، بس والله على فكره الرجاله كائنات بسيطه جدا. انا بتكلم على الستاندرد بتاع ابو حضرتك واخو حضرتك وجوز حضرتك، مش على الستاندرد اللي بيروح يخون ويعرف كذا واحده ويبقى مش شايل مسؤوليه. لان انا بتكلم هنا، احنا لو هنتكلم بنتكلم عن الفئه اللي اتمنى من الله ان هي تكون بتحاول تساعد نفسها، فاحنا نحاول نساعدها. لان الفئه التانية دي بتحاول تلاقي لنفسها مبررات عشان تفضل مكمله في اللي هي فيه. فلو انتي ست بتحبي جوزك، لو انتي ام بتحبي ابنك، لو انت اب بتحبي ابنك وحاسس ان هو تعبان، اوعى تفتكر انك انت هتضحك عليه بانك انت تقول له تعالى عبر، وهو عارف كويس جدا ان اول حاجه هيسمعها منك نقد، اول حاجه تقليل. انت يعني انت تيجي فين انت في شطاره الليمبي ده يعني انا كنت بذاكر تحت عمود النور، والله لازم كنت بسمعها من بابا الله يرحمه. ايوه كنت بذاكر تحت عمود النور. شفتي ايه في الدنيا عشان تبقي شفتي ايه في الدنيا يعني ايه مكتئب دي؟ ما عندناش رجاله تكتئب. طيب انت عار على العيله، هيعبر ازاي؟ فابتدي دي كود ده، اعمل عكس ده. فابتدي انك انت اديله مساحه من الامان انه لما يتكلم على الاقل مش هيتحكم عليه غلط. دي حاجه تانية، ساعده لو هو بيعبر بشكل خاطئ انه يتعلم يعبر بشكل تاني. على فكرة هتكلم عن نفسي، انا حد من الناس اللي كنت متخذة، لان انا عندي بوردر لاين، الناس طبعا معظمها عارف ده، اوكي؟ فاكيد جوزي يعني شاف مني الويل. لو هتكلم عن نفسي كبني ادم، انا كنت متخذة العصبية، انا زي ما انت بتقولي كده، بعرف مساء الخير دينا العصبية يعني، والله العظيم بجد. كان بيديني مساحة للتعبير، كان بيديني مساحة ان انا طب ما تشوفي انت ايه اللي بيعصبك للدرجة دي، ربنا يبارك له. يعني النهاردة ممكن هو يتعصب وانا قاعدة قدامه بس وقت ما يتعصب، طب حبيبي اتكلم عن نواياك، النية بتفرق جدا. ياما ناس فينا كتير جدا اذت بعضها وهم نيتهم خير، لكن احنا المشكله في العلاقات عامه، سواء بقى اب وابنه، زوج وزوجه، ابنه وابوه، احنا كل واحد فينا ماسك حربه ورمح، حرب. مين فينا وضح نيتك في الكلام. لو انا جوزي جاي متضايق عنده مشكله في، وعلى فكره اصبروا على بعض، شويه شويه هتتحرك، شويه شويه الميه هتهدى. طبعا بتحدفوا بعض بالطوب. لو انا النهارده مثلا خايفه ان انا وانت بتتكلم ان انا انتقدك، حاسه ان انا ممكن اعمل ده، وانا ما انا خلاص بقى، ما انا كمان فيا عيوب على فكره لازم اخد بالي منها. هقول لك طب انا نيتي في الحوار ان انا وانا بتكلم معاك انا بحبك، بس ممكن يخوني تعبير. اعترفوا يا جماعه ان انتوا بتغلطوا، ساعدوهم على ان هم يعرفوا يعبروا، ساعدوهم على انهم والله العظيم الموضوع ميوتوال جدا. هتلاقي الدنيا بعدها هتبقى مور سموث، هتبقى الدنيا قادرين ان احنا نتواصل. اسمعوا، الافكتيف listening
مين فينا بيبقى قاعد عشان يسمع؟ احنا بنبقى قاعدين عشان نرد. عشان ننظر، طلع لك ايه، اختر الاخطاء من بين الاقواس، انا عشان اشوف انت غلطت هنا في ايه واشاور لك على غلطك. هو حقيقه الامر اصلا انك اي حد فينا لما بيتكلم اخر حاجه مستنيها منك هي النصيحه. اخر حاجه. انا مش بكلمك عشان انا مستني منك نصيحه، انا بكلمك عشان انا مستني منك انك تسمعني، وان اللي جوايا ده مقبول لانه تقيل عليا، فانا حاسس ان انا مش عايزه اقبله، فانت لما تقبله معايا هيبقى سهل عليا ان انا اتقبله. طيب خلينا كده نديهم زي يعني ستيبس يمشوا عليها، لو هو بقى سواء حاسس ان هو مش قادر يعبر عن مشاعره ومدرك ان دي مشكله، بدأ يحس انه مسؤولياته الجديده اللي بتطرأ على حياته زي بقى انه بقى اب، كل الحاجات دي لما يبدأ يحس بيها ايه اول ستيب لازم ياخدها؟ طبعا الى جانب العلاج، يعني العلاج دي حاجه اساسيه، لكن ايه الستيب اللي لازم ياخدها علشان خلاص انا هنا بقى لازم اتغير؟ فايه الستيبس اللي لازم يمشي عليها؟ انك تفهم اول حاجه انك انت زي ما قلت اعرف، اعترف، قرر. على فكره دي مش لازم ثرو ثيرابي. في حبايبي ناس اصلا بتبقى قطعه باع قبل ما تجيلي، وفي ناس بتبتدي معايا وبياخدوا تولز وبيكملوا هم. فانا هنا اللي انا محتاج ان انا اعمله ايه؟ ان انا اول حاجه تاني اخد مسؤوليه ان انا اخد بالي من نفسي، وان انا هنا لو اسمع غيري لان هو هيبتدي ان هو يعرفني عن حاجات انا رافض ان انا اشوفها في نفسي، فلما انا ابتدي ان انا اشوفها في نفسي ايه اللي هيحصل؟ ابتدي اشتغل عليها. وان انا كمان قدروا يا جماعه جزء كبير قوي من احتياجاتنا اللي مزروعه جوانا من واحنا صغيرين طالعين للدنيا مستنيين برضو ان الدنيا تديها لنا. هو حقيقه الامر ان دي بقت مسؤوليه حضرتك لتلبيتها. ممكن اوضح حاجه ممكن تساعد الناس. هو انت بتقعد سنين تتعلم تاكل، بعد ما بتتعلم تاكل ايه اللي بيحصل؟ تستنى حد ياكلك؟ ممكن تبتدي تتعلم تدي نفسك اللي انت محتاجه. جزء كبير قوي من وجعك بيبقى جاي من انك انت مش مقدر اللي انت بتعمله قبل ما يكون اللي قدامك مش مقدره. فابتدي انك انت، مش بقول انك انت تبقى سيلف سنترد، بقولك انك انت تبقى سيلف فوكسد. خد بالك من نفسك. فكرة ان انا ابتدي اعبر ازاي دي، اولا لازم ابقى سيلكتيف جدا. هي هنا حتة بس ممكن تكون خطر شوية. ليه؟ لان انا ممكن ابقى سيلكتيف بان انا اروح اختار حد هيخليني ان انا اوقف ان انا اعبر تاني. ابتدي انك انت تتعبر مع نفسك، ابتدي انك انت تسمع دماغك، وابتدي انك انت تعرف مشاعرك، وابتدي انك انت تتعامل مع نفسك بيبي ستيبس. مش لازم اروح اتكلم مع عالية النهاردة وانا عارف ان انا هتكلم وقاعد قدام المايك انا هتكلم مع عالية وانا قابل ان عالية تشوفني في حاجات معينة ان انا مطين، لان عادي عالية بتشوفني بعينيها، والحتة المطينة دي اقبلها ان هي جزء من تكوينك. احنا بشر، احنا تعبنا ليه في الحياة؟ لان احنا رفضنا اهم حاجة في وجودنا، بشريتنا. فتقبل فكرة انك انت بشر. اعرف الموروثات اللي جاية منذ بدء الخليقة كده، وابتدي انك انت تشتغل عليها. خطواتك الثابتة عمرها ما هقولك تمشي. اصل بحب قوي كلمة خطوات ثابتة اللي بنختم فيها كل بودكاست وكل برنامج. الخطوات الثابتة اللي تنفع معايا ممكن ما تنفعش معاكي، واللي تنفع مع غيرك ممكن ما تنفعش. عشان كده هنا بتبتدي حرفية المعالج. انت نجار جايلك بتولز، ايه اللي بايظ هيطلع ويصلح، هو هيشوف. لكن فكرة انك انت تعمل ده بسيستم هيمشي كل راجل، السيستم الوحيد ادي مساحة لنفسك انك تعرفها وتقبلها. ما تعملهاش بنفس الطريقة اللي الناس بتعاملك بيها. طيب خلينا يعني نقفل حلقتنا بمسج ليهم، لأي راجل أو أي أب حاسس إنه مضغوط أو إنه مش كفاية مهما عمل، حاسس بمشاعر هو مش فاهمها، مش قادر يسميها، وحتى مش قادر يعبر عنها. إيه المسج اللي حضرتك حابة إنك توصليها لهم؟ إن ده جزء من رحلتك، وإن عادي جدا إنك أنت تعدي بالمرحلة اللي أنت حاسس فيها إنك أنت تايه جدا ومش قادر تعبر عن نفسك للي حواليك. لكن بجد هما شايفينك، ممكن يكون مش شايفينك بالشكل اللي انت مستنيه ان هما يشوفوك بيه. انت اب
عندك ولاد وعندك بيت وعندك شغل، وفي وسط ده كله عندك حياة وعندك طموح وعندك حاجات كتيرة جدا. صدقني محتاج بس انك انت تدي نفسك شوية تقدير لانك انت تستاهل، لانك زيك زي اي بني ادم في الدنيا ماشي عمال بيحاول، واللي بيحاول يستاهل ان احنا نسقف له، مش ان احنا نقلل من اللي هو بيعمله. دي حاجة تانية، اطلب من اللي حواليك ان هم يسمعوك اللي انت عايزه. مش عيب ابدا لما تقول لمراتك على فكرة انا بحتاج ان انا احس ان I'm doing a great job او ان انا متقدر، وتعلمها ان هي تعمل ده، لان خوفك من ان هي تعمل ده جاي من باب ان انا هكلمها في احتياجي فممكن تستخدمه ضدي. لكن مش في معظم الاوقات هنقول لو احنا فعلا بنحب بعض وبنحاول ان احنا نتواصل مع بعض. جلد الذات اللي انت قاعد فيه بسبب انك انت بتغلط مع ولادك ومش قادر تتواصل معاهم في ده، بالراحة على نفسك، انت بتحاول. قول لهم ده على فكرة انا مش اله، انا بغلط وعارف ان انا بغلط وطبيعي ان انا اغلط، ومهما حاولت على فكرة هتتلام. يعني في قاعدة كده اساسية بقول لهم يا جماعة احنا كبيرنتس كده بي ريدي انك انت هتتلام في يوم من الايام، وهيجي كل التولز اللي بتستخدمها لحماية ولادك هتستخدم ضدك. جزء من الأمومة والأبوة على فكرة تقبل ده. فما تنسبش ده بان انا اب فاشل وان انا مش متشاف وان انا، انت بتحاول. بالراحة على نفسك. رحلتك في الحياة فردية، بس جمالها في انك انت رب الأسرة المسؤول عنها. فلو انت مش كويس والله الأسرة دي كلها مش هتبقى كويسة، فابتدي بنفسك. يمكن اكتر حاجة مؤذية الرجالة بيتعرضوا ليها اكتر كمان من المصاعب والضغوطات اللي موجودة في الحياة عامة، هي الضغط اللي بيتعرضوا له عشان هو راجل وما ينفعش يكون ضعيف، وهو راجل وما ينفعش يكون زعلان وعنده مشاعر محتاج يعبر عنها. فلو انت اتفرجت على الحلقة دي وحسيت انها لمست حاجة جواك، فاحنا حابين نقولك انك مش لوحدك، واللي انت حاسس بيه ده طبيعي وفالid ومن حقك تعبر عنه. ولو عندك اي قصة انت محتاج تشاركها معانا ابعتها لنا. ولو انت اب او بتجهز تكون اب فانت مش لوحدك، وخليك دايما فاهم ان كل الناس اللي حواليك ما عندهمش مشكلة ان هم يساعدوك، وما عندهمش مشكلة ان هم يدوك اللي انت فعلا محتاجه، بس اهم حاجة انت تطلبه. نورتينا وبجد مبسوطين جدا جدا ان حضرتك كنتي معانا النهارده، والحقيقه ان كل الانسايتس اللي قلتيها فعلا خلت الحلقه بتاعتنا في حته تانية خالص. والله اللي خلى الحلقه في حته تانية هو انتي وتحضيرك للحلقه وشغلك للحلقه. انا بجد I'm honored ان انا معاكم، مبسوطه بيكم جدا، ويلا جو اهاد وقدموا حاجات كتيره جدا للناس تستفيد معاكم بيها. شكرا جدا، شرف ليا ان انا كنت معاكم النهارده والله بجد. شكرا ليكي. ميرسي.